الراجل ما كدبش، عظمة على عظمة على عظمة، وهنشوف ده دلوقتي واحنا بنستمتع بمناقشة هذه الأغنية. حبيبي اهلا بيكم، بتمنى لكم رحله ومغامره مميزه. بالنسبه للاغنيه الاقوى لام كلثوم، ومن الاخر كده المنافسه ما بين 3 اغاني او 3 مدارس. انت عمري مدرسه موسيقار الاجيال الفنان عبد الوهاب. الاطلال طبعا هنا المدرسه التقيله بتاعه القصايد، وطبعا الملحن العظيم الفنان رياض السنباطي. والف ليله وليله وبليغ حمدي طبعا فنان عبقري وسابق عصره. واكيد في اغاني تانية، بس بحس ان دول اكتر 3 اغاني بيتنافسوا منافسه شرسه، وما حدش قدر يحسم الموضوع ده لحد دلوقتي. قولوا لي انتوا ارائكم في الكومنتات، وعاوز 1000 لايك ولايك لو سمحتوا. فبالتالي طبعا في قطاع كبير جدا شايف انه اقوى اغنيه لام كلثوم هي الف ليله وليله، وفي قطاع اكبر شايف ان اقوى مقدمه موسيقيه في تاريخ الموسيقى العربيه كلها الف ليله وليله. اقوى مقدمه موسيقيه ومذهب وكوبليه اولاني، يعني اقوى جزء في الاول الاغنيه هو ألف ليلة وليلة. هنشوف ده دلوقتي. بس رغم كده، يعني رغم عظمة هذه الأغنية العظيمة، إنها ملهاش نسخة مصورة. ثقافة التصوير برضو أيامها ما كانتش زي دلوقتي. ممكن تجهز مشروبك بقى وتيجي، لأن أنت عارف أم كلثوم يعني سلطنة وسهر ومشروب. خوف وتوتر ام كلثوم ده اهم ما سمعته عن كواليس الاغنيه دي. انه استاذ بليغ حمدي هو اللي بيحكي، كان عاوز يقطع او يقص او يمنتج جزء من المزيكا اللي في الاول، كان شايفه طويل زياده عن اللزوم والناس بتحب الغنى اكتر، فنقلل شويه من المقدمه. ام كلثوم ما رضيتش، قال لها يا ست طب ما ممكن نقلل حاجه بسيطه، مش هيجرى حاجه يعني، بدل ما تفضلي قاعده كتير. قالت له سيبها، وقالت له بما معناه يعني ان لما بتبقى المقدمه طويله ده بيبقى في مصلحتها، علشان هي بتبقى متوتره وفي رهبه للجمهور، فعلى ما تقعد وتاخد نفسها وتتعود على اجواء الحفله والمسرح والجمهور، ما يبقاش الغنى على طول كده وهي متوتره. قالت لي انا ما ببقاش قادر اقف، رجلي لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي من الخوف. زميلت طبعا وده طبعا يتناسب ويتوافق مع كلام ام كلثوم نفسها. في فيديو قبل كده كانوا بيسالوها تقريبا عن المنديل اللي هي بتبقى ماسكاه، فقالت برضو عشان العرق والتوتر المنديل بيبقى بيساعدها. لان اول ما تترفع الستاره انا ايديا تعرق، بخاف من الجمهور. الاول وانا صغيره ما كنتش بخاف من الجمهور ابدا، لان ما فيش حاجه هيخاف على ايه. وفي ناس بتقول عشان كان عندها الغده فبتعرق اكتر. ايا كان، يعني الفكره بالنسبه لي اللي عايز اناقشها هي انبهار الناس بالفكره دي، ان ازاي ام كلثوم بجلاله قدرها بتتوتر كوكب الشرق. الحق ازاي، شوف التواضع. ياه، اصل دي ام كلثوم، انت ام كلثوم تعملي اللي انت عايزاه، على اساس بقى ان هي مش عارفه ان هي ام كلثوم، على اساس انها ساذجه. فطبعا انا يعني جرى يا جماعه، ما هو ده طبيعي على فكره. ما فيش فنان عبقري وعظيم الا كل مره بيتوتر كده، لان كل ما بتبني تاريخ كل ما بتخاف عليه، بتخاف تغلط تهد كل اللي، ما هو غلطه الشاطر ب1000 ولا غلطه الشاطر بايه مش فاكر، بحاجه قويه يعني. طيب نيجي هنا برضو السؤال مهم، هو ليه بليغ حمدي كان عايز اصلا يأثر المقدمه؟ انا ما عنديش اجابه مباشره، انا عندي اجابه استنتجتها، انه غالبا علشان الناس ما كانتش ليها قوي في المزيكا، بس هم جايين يسمعوا الغنى اكتر، فالمزيكا لما تطول هم ممكن يملوا. واللي مأكد لي الموضوع ده شويه موسيقار الاجيال عبد الوهاب، في فيديو من الفيديوهات بيحكي بيقول انه استغل نجوميه ام كلثوم علشان يحط مقاطع موسيقيه طويله في الاغاني اللي هو بيعملها لها، زي انت عمري مثلا وفكروني، فيقدر يسمع للناس جزء كبير من المزيكا في الاغنيه، لان الناس ما كانش في ما بينها وما بين المزيكا عمار قوي. المزيكا بس هم يحبوا الغنى اكتر، متعودين على الغنى اكتر. أنا في أغاني السيدة أم كلثوم انتهزت فرصة حب الناس للسيدة أم كلثوم وقدمت موسيقى خالصة ممكن تتمنتج وتبقى حتة موسيقى. طب هل نجح في ده؟ نجح جدا. الناس كانت بتوقف العازفين عن العزف عشان يعيدوا المزيكا. وكمان المبهر هنا اصلا غير كده بالنسبه لي فكره ان عبد الوهاب موسيقار الاجيال بيستغل نجوميه ام كلثوم، ده هو لوحده نجم كبير قوي. فده يدل ان ام كلثوم كانت حاجه عظيمه بجد. ماشي، تعالى معايا بقى للاغنيه نفسها. الف ليله وليله انتاج عام 1969، كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، اللي هو بقى ليه القاب كتير: فارس الاغنيه، رائد الاغنيه، جواهرجي الكلمه، شاعر الالف اغنيه. يقال ان هو كتب قبل الاغنيه دي 1000 اغنيه، فكانت الاغنيه دي رقم 1001، فكان ده مناسب جدا لاسم الف ليله وليله. شوفوا المفارقه، سمعتها اكتر من مره، الله اعلم ده صح ولا لا. وكانوا ساعات بيسموه الفكهاني علشان يعني كلماته عامله زي الفاكهه. وكان في ناس يقال ان زمان صحفيين ونقاد، هو والده كان تاجر فاكهه وهو جت فتره اشتغل معاه في تجاره الفاكهه، فكان ده نوع من انواع نقط الضعف اللي بيمسكوها عليه، ان هو ازاي حد بيشتغل في الفاكهه
ايه علاقته بالشعر؟ طبعا ده كلام بايخ يعني وملوش اي اساس من المنطق. يقال كمان ما كانش عايز يشتغل مع ام كلثوم، كان شايف ان هي نجمه كبيره قوي، فيخاف ان الناس تقول عليه بيتسلق على نجاح ام كلثوم او بيستغل نجوميه ام كلثوم. حاجه كده انا مش فاهمها يعني، مش فاهم يعني. ده بالنسبه لي برضو كلام مش منطقي، بدليل انه اشتغل اهو كسر الدنيا، مش ما حصلش حاجه يعني. عندنا الحان الموسيقار بليغ حمدي اللي هو من اهم الموسيقيين في العالم، عادي يعني ما عنديش مشكله. الدويتو ده مرسي جميل عزيز وبليغ حمدي عمل لأم كلثوم 3 أغاني بس، وحتى بيتسموا الثلاثية لأن ال3 أغاني بيكملوا بعض. سيرة الحب اللي هو بداية الحب، ألف ليلة وليلة قمة الحب، فات الميعاد انتهاء قصة الحب. حتى ساعات كانوا بيسموا الشاعر بقى نفسه شاعر الثلاثية، لأن هم ال3 أغاني اللي عملهم لأم كلثوم هي الثلاثية دي. المهم يعني بما إننا قلنا ان بداية المزيكا بتاعت الاغنية هي من اهم بدايات الموسيقى في تاريخ الموسيقى العربية، تعالوا نشوف كده ايه اللي بيحصل فيها. بليغ حمدي بيبدأ بهوك، عارفين الهوك بتاعت الفيديوهات اللي هو يخطفك في الاول، بتلاقي الايقاع مع المزيكا بيقولك تن 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 تيراريرا. انت مع كل مرة تن 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 عايز تعرف بقى اللي جاي. مفاجأة بقى، حرف واحد تن 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 بعد كده من فوق لتحت بسرعة. بص هزار. ايه طلباتك؟ اللي فات ده جميل وكل حاجة، بس نهاوند بس هزار. انا عايز النهاوند اسمع منه جملة حلوة كده بعيدا عن التهريج اللي حصل ده. طبعا هو هزار جميل، ادي جملة حلوة نهاوند. ايه طلباتك تاني؟ عايز حوار كده شيق ما بين الالات زي ما احنا متعودين، فبتلاقي الكمانجا طبعا استاذ احمد الحفناوي يعني بيقول كلمتين كده بس كلمتين مهمين. بعده الساكسفون برضو بيقول كلام غاية في الأهمية، أستاذ سمير سرور. بعده الجيتار مش عمر خورشيد. عارفين الفيديوهات دي اللي تبقى عايزه مثلا تبقى ترند، فيقول لك ايه مثلا كفر لاغنيه نور العين مش عمرو دياب عشان يبقى حط اسم عمرو دياب في الفيديو خلاص فيجيب ريتش. هنا مش عمر خورشيد، كان لسه طبعا الفنان الكبير عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير ما كانش لسه انضم لفرقه ام كلثوم، فكان الفنان عبد الفتاح خيري هو كان عازف كمانجا، وكان لو في سولو جيتار يقدر يركن الكمانجا ويعمله بالجيتار. فنان متعدد المواهب. عندك طلبات تاني؟ انا عاوز الموضوع يبقى شرقي اكتر من كده ونفك اكتر من كده. حلو، بيجي هنا بقى صولوهين ورا بعض، لازم تسمعهم ورا بعض تحسهم بيكملوا بعض. اول واحد اكورديون، حلاوته انه حلو وبايقاع مقسوم، ومقسوم قاعد مقسوم راسي. سلام. تيرا تيرا. بيقلب بقى من مقام النهاوند يروح للمقام الراست، ده بقى مقام شرقي اصيل بجمله حلوه بالساكسفون مع المقسوم برضو. ياه خدوا بالكم دي كل دي مفاجآت، ده مش عادي يعني. الآلات دي الساكسفون ده بتاع الجاز، والاكورديون قبله ده بتاع التانجو يعني ان بالآلات الغربي دي تسمع المزيكا الشرقي بالشكل ده في عام 69، ايه ده؟ الناس بتسقف وبتوقف وبتقول لهم عيدوا. وبعد كده نبدأ الغنى والمذهب اللي انا ممكن اسميه بعنوان يا شمس تعالي، لان ام كلثوم لعبت لعبه كده لحد النهارده الناس بتتريق على الموضوع ده، اللي هي بتاعت تعالي تعالي. بس ثواني قبل ما نوصل لها نشوف المشهد السينمائي بتاع المذهب عامل ازاي. الغنى بيبدأ على الهادي، نهاوند يا حبيبي. طبعا في ناس لما بتغني بتعمل الاغنيه دي كفرات او بتغنيها على مسرح في اي مكان، في يا حبيبي دي بيطول، يقعد بقى ويقعد بقى في حبيبي دي ساعه، يقلبها موال يخلص لي طاقتي الاستماعيه قبل ما الاغنيه اصلا تبدا. هنا طبعا ام كلثوم عاملاها بالظبط لانه مش مستاهله، الاغنيه لسه طويله ومليانه، فما تتعبنيش من دلوقتي. طبعا الليل وسماه ونجوم وقمر وسهر وانت وانا، خلاص ده كده المشهد اللي انا بتكلم عنه. الشاعر بكلمتين رسمهولك في دماغك وقدرت تتخيله. في حته هنا بقى بتيجي شوف ازاي في 3 ثواني حصل تفاعل بين ام كلثوم والمزيكا والكلام، وهي بتقول منه الهوى. بصوا طبعا المزيكا وقفت اللي حصل ده، وفي نفس الوقت وقوف المزيكا بيدي سسبنس ان انا عايز اعرف اللي جاي ايه. منه الهوى، ماله الهوى، فين الاجابه؟ فاحنا هنا وقفنا، قمنا نازلين سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا
اذا كان كده تمام مفيش مشكله، احنا اتخضينا. وبتاخد سوكسي طبعا الحته دي. الجزء اللي جاي ده بقى اهم حاجه، مقام شرقي بياتي وهي بتقول يا حبيبي. ايه تكمن اهميته؟ ده الجزء المتكرر، كل ما هنحب نقفل كوبليه هنقوم قايلين يا حبيبي. دي قفله الكوبليهات وقفله المذهب، دي القفله الرسميه اللي لما تسمعها تعرف ان احنا بنقفل وهنقوم ايه مسقفين. يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي. الناس بقى كانت بتتريق على ايه؟ الناس كانت بتتصور هي بتقول الليل وسماء ونجوم وقمر وانت وانا، يعني القعده لطيفه جدا، فليه بتقول ونقول للشمس تعالي تعالي؟ اما الناس بقى بتتصور ان الشمس قاعده هنا، فاحنا بنقول للشمس تعالي تعالي. التكرار مع ان ساعات بنعيد، فالشمس بتقوم وبتيجي. الشمس بقى بتروح وتيجي مع اي حد، بس هي الشمس مش مقتنعه. اجي ليه؟ ما الدنيا حلوه، عايزين النهار يطلع ليه؟ فام كلثوم تقول بعد سنه مش قبل سنه. فالشمس ترجع تاني، ما كانتش مقتنعه اصلا فطلع بعد سنه يعني. والناس بقى ايه تقعد سنه من غير شمس. مش تريقه برضو، هزار يعني. الناس الموضوع لطيف يعني، مش قصدي تريقه فيها تقليل او حاجه، بالعكس دي حاجه ممتعه. ففكره المذهب ان احنا بنبدا من الهادي خالص، نهاوند يا حبيبي من تحت قوي، بعد كده نغني لحد ما نوصل لفوق ألف ليلة وليلة بمقام بقى بياتي. وعند بقى بكل العمر بنرجع تاني للنهاوند وبنقفل هو العمر ايه غير ليلة زي الليلة. وطبعا بيحصل سوكسي وحاجة عظمة على عظمة على عظمة. زي ما بدأنا الفيديو هنكمل وهنقول كل الكوبليات بس في الجزء التاني، لأنها أغنية مهمة وتستحق أن يتعمل لها أكتر من جزء. لو عجبك الفيديو انتظر إن شاء الله الجزء التاني مع الكومنت بقى رأيك، ولايك وشير وسبسكرايب، وشكرا.